صوته مميز وحنجرته قوية وبحماسه بيقلب أي فرح، ومفيش فرح شعبي كبير في مصر إلا لما يكون هو البطل بتاعه. طلع من المنصورة وصيته وصل كل المحافظات، وظهر في مسلسلين بشهر رمضان اللي فات، حافظ أسامي وأشكال معلمين ورجال البلد كلها، ومصاحب الفنانين والمطربين. ده جزء من كلامنا عن محمد ألدو، أشهر مقدم أفراح ومناسبات في مصر. إيه حكايته وليه شهرته العالمي؟ تعالوا نشوف. في عالم الأفراح والمناسبات السعيدة في ناس كتير بتشتغل، لكن قليل قوي اللي بيبقى ليه بصمة. أول ما يمسك المايك الدنيا تتقلب بحق وحقيقي، والفرح يقلب طاقة وحماس. ومن الناس دي بيجي اسم العالمي محمد ألدو. محمد صاحب الحنجرة القوية والصوت المميز، ابن مدينة المنصورة، طالع من قلب الدلتا بطاقة مختلفة خالص. من هناك بدأ يحلم، ومن هناك برضو ابتدى أول خطواته في عالم تقديم الأفراح، لحد ما بقى واحد من الأسماء اللي ليها وزنها في المجال. ألدو مش مجرد مقدم أفراح عادي، ده حالة كده لوحده. أول ما يدخل الفرح تحس إن في طاقة جديدة دخلت المكان. صوته عالي وحضوره قوي، وبيعرف يوصل لكل واحد واقف في الفرح سواء كبير أو صغير، والناس بتستناه يمسك المايك عشان عارفين إن الفرح هيبقى مميز. واللي بيميز ألدو بقى مش بس صوته أو طريقته في التقديم، لكن ذكائه في التعامل مع الجمهور. بيعرف يقرا الناس ويعرف امتى يعلي الايقاع وامتى يهدي الدنيا شويه، وامتى يخلي العريس والعروسه هم نجوم الليله بجد. وعنده كاريزما تخليه يتحكم في المسرح كانه قائد اوركسترا. ده غير انه حافظ اسامي واشكال معظم معلمين ورجال اعمال مصر، واللي دايما ليهم حضور في الافراح الكبيره وهم اللي عارفينه وبيحبوه قوي. ومشوار محمد ألدو ما كانش سهل، بدا من الصفر، يمكن في افراح صغيره او مناسبات بسيطه، لكن مع الوقت ومع شغله على نفسه بدا اسمه يكبر واحده واحده. كل فرح يشتغل ويطلع منه بسمعة أحسن وناس أكتر بتطلبه، لحد ما بقى اسم معروف في عالم الأفراح. والمفاجأة بقى إن نجاحه ما وقفش عند الأفراح بس، لا، ألدو دخل مجال التمثيل كمان، وظهر في دراما رمضان في مسلسلين كلهم بيحبوا مودي وفرصة أخيرة. وده دليل إنه شخص متعدد المواهب وبيعرف يطور من نفسه ويدخل مجالات جديدة بثقة. ومن الحاجات اللي خلت الناس تحبه إنه دايما بيشتغل من قلبه، مش بيطلع يقول كلمتين وخلاص، لا، ده بيعيش الفرح مع الناس. تلاقيه بيرقص ويهزر ويشجع ويشحن الطاقة في المكان كله، يخلي حتى اللي جاي متضايق يضحك ويرقص غصب عنه. وكمان بيعرف ينسق مع الدي جي والمطربين ويلم نقطة بشكل احترافي، يعني مفيش لخبطة، كله ماشي بنظام. هو عارف امتى يدخل الأغنية وامتى يطلع يتكلم وامتى يعمل فقرة ترفع الحماس، وده اللي بيخلي الفرح يطلع شكله 10/10. مش بس كده، ده كمان بيعرف يدي لكل فرح طابع خاص، يعني مش كل الأفراح عنده شبه بعض، لا، كل فرح ليه شخصية حسب الناس اللي فيه، وده سر كبير من أسرار نجاحه. والناس بقت تقول لو عايز فرحك ينجح بجد هات العالمي محمد ألدو، ودي شهادة كبيرة في حد ذاتها، لأن في المجال ده المنافسة صعبة جدا ومفيش مكان غير للي فعلا يستاهل. وفي الآخر محمد مش مجرد مقدم أفراح، ده صانع فرحة ونجم طالع بخطوات ثابتة، ولو حضرت ليه فرح مرة واحدة بس هتعرف ليه بيسموه العالمي.